جربت مكان جديد حلو جدا جدا، حبيت ان انا اجي احكي لكم عليه النهارده علشان لو حابين تسافروا الواحات البحريه ما تحتروش. مكان هناك الاكل فيه تحفه والاقامه فيه مريحه جدا، وكمان كل حاجه نظيفه. بتكلم النهارده عن واحد بكار او استراحه بكار. استراحة بكار عبارة عن فندق ملحق بيه هايبر، كان مريح ونضيف والأسعار فيه ممتازة. هنا وصلنا بالليل، بس المكان بيبقى منور حلو ازاي. هنقعد في مكان اسمه واحد بكار، في هناك بازار، وهناك دي مطعم وكافيتيريا، وهنا المكان. هنا الفندق من جوه اضاءته لطيفة جدا، شكله حلو. واحد بكار، لا ونضيف يعني كل حاجة هنا بتبرق الحقيقة. هنا في زي استراحة كده للناس اللي عايزة تقعد. هنا دي أماكن القعاد، وهصور لكم الأوض من جوه تكون عاملة ازاي، وأقول لكم كمان تقييمي ليها. هنا ده الاستقبال، بيستقبلوك بلب سوري وبلب أسمر، ودي حاجة لطيفة قوي. هنا بقى دخلنا الغرف، عايزاكم تشوفوا معايا قد ايه هي نظيفة وقد ايه واسعة. احنا خدنا جناح عبارة عن 3 غرف. ال3 غرف في منهم غرفة كان فيها 3 سراير، وفي غرفة كان فيها سريرين، وغرفة تانية فيها سريرين. السجاد لونه أبيض، كل حاجة بتبرق، كان نظيف. بصوا المنظر. هنا دي خلاص الغرف كانت ورا. هنا ده الحمام، ده المطبخ. بصوا قد ايه جميل. مش شرط تطلبوا منهم الأكل، يعني ده مش فرض، ممكن انتوا تجيبوا أكلكم معاكم لو انتوا حابين يعني تتصرفوا بنفسكم. هنا دي الطرقة، دي أول غرفة. تاني غرفة، عايزة أقول لكم كل حاجة هنا جديدة. غسالة، كل حاجة، غسالة شرب جديدة. مطبخ تحفة بيبرق. هنا اختيار ممتاز لأسرة عايزة هنا بتطل على الجنينة، كانت تحفة. وهنا دي أول ما دخلنا خالص كان في الأول بقى، دي الغرفة الأولى. 3 سراير زي ما قلت لكم. وهنا بقى الأجواء بالليل قد إيه ممتعة، أضواء جميلة، والزراعة متنورة بطريقة حلوة، وقعدات جميلة جدا. وفي الناحية التانية، بس أنا يعني ما كانش عندي وقت إني أدخلها، خيمة بيكون فيها أحيانا كتير حفلات سمر وغنى وحاتي بالطريقة التقليدية، ومشروبات عندهم لطيفة جدا، بتتعمل بطريقة مخدومة يعني. كل حاجة الحقيقة، حتى الناس اللي اصطف هناك قد إيه ناس ذوق. في كمان ملاهي للأطفال، شفتها بالليل وشفتها بالنهار، والحقيقة ان هي حلوة أوي. يعني اللي الطفل اللي عايز يلعب بالليل هيلعب، الطفل اللي عايز يلعب بالنهار هيلعب. الألعاب مش متهالكة، مش مكسرة، بنسبة نقول 80%. يعني ممكن تلاقي لعبة أو 2 بس مش شغالين، لكن المجمل ممتاز. هنا بقى ده كان أول ما طبحنا بقى الصبح، افتحي الشباك تشوف المنظر الجميل ده. كانت اكتر حاجه قلقاني ان انا اروح الواحات البحريه ان انا ملاقيش مكان حلو اقعد فيه. البراح قدامك يفك اي شعور بالضغط او بالتوتر او بالضيق اللي بنكون جايين محملين بيه من القاهره، زحمه وبيوت ملزقه جنب بعض. الحقيقه يعني واحد بكار، انا مش عارفه ليه هو اختار اسمه بكار الحقيقه، بس في المجمل هو مكان، يعني لو هوصفه بمكان، يعني سوري، لو هوصفه باسم او بصفة هقول ان هو براح. هنا اول ما بننزل من على السلم في مصلى للرجال، وهنا دي الاعداد بس الصبح بقى. المشروبات بتاعتهم لطيفة ومعمولة بحب، يعني اللي بتيجي في ثواني، يعني مجرد ما بتطلب هي بتجيلك على طول. والفطار بتاعهم تحفة.
الطعمية هناك غير الطعمية بتاعت القاهرة خالص، اللي هيروح هناك هيعرف انا بتكلم في ايه. في عربية فول وطعمية واقفة بره قدام ده المكان، الفطار. يعني بتقدم الفطار للناس اللي جوه. بس قد ايه عاملين الاكل، قد ايه لذيذ فعلا يعني، مش ببالغ لما بقول انه تحفة. اما العشاء بقى فبيكون عبارة عن مشويات، او الغدا يعني لو انتوا حابين، مشويات وبطاطس وشرب، وكلها لحمة ضاني الحقيقة. كانت تقيلة جدا بس كانت لذيذة جدا جدا الحقيقة. انا حتى ملحقتش اصور الطرب والكفتة واللحمة، وكميات مش طبيعية واسعار ممتازة. لو رايحين الواحات البحرية برشح لكم استراحة بكار بقوة، حتى الأسعار جوه الهايبر ممتازة. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. هسيب لكم كل التفاصيل الخاصة بالاستراحة في الوصف تحت. أتمنى أشوفكم الفيديو الجاي.